السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر المواضيع اللي اتسألت فيها في الفترة اللي فاتت هو موضوع محمود عبد المنعم كهربا أو أزمة محمود عبد المنعم كهربا. طب كهربا رجع من الإيقاف إزاي ولعب ماتش القمة؟ طب كهربا توقف ليه أصلا من الأول؟ طب كهربا ممكن يتوقف تاني ولا لأ؟ طب الزمالك كده حقه ضاع؟ طب الأهلي من حقه إن كهربا يكمل لعب معاه ولا لأ؟ كل دي أسئلة بتسألها الناس وأسئلة تانية كتير بخصوص موضوع كهربا. وبصراحة أنا لقيت فعلا إن في كم كبير من الناس مش فاهم موضوع كهربا من الأول خالص ولحد اللحظة اللي احنا واقفين فيها دي. فانا حبيت ان انا اعمل حلقة النهاردة اتكلم فيها عن موضوع كهربا وازمة كهربا من الاول خالص ولحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فانت لو عايز تعرف تفاصيل ازمة كهربا من طقطق لحد السلام عليكم فخليك معايا في الحلقة دي، مش هطول عليك، هبدأ معاك في الموضوع على طول وبدون كلام كبير ولا كلام مجعلص خاص باللوائح والقوانين. هفهمك الموضوع من اوله لاخره بكل سلاسة وبساطة. الموضوع بدأ لما كهربا اللي كان بيلعب في نادي الزمالك فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد لسبب غير عادل. يعني ايه لسبب غير عادل؟ في الاتحاد الدولي وفي قوانين الاتحاد الدولي بتقول ان من حق اللاعب انه يفسخ عقده مع النادي من طرف واحد لاسباب عادلة. زي ايه مثلا؟ زي ان النادي مثلا ما بيديلوش مستحقاته، فهنا من حق اللاعب ان هو يفسخ عقده من طرف واحد، وده اللي كهربا ما عملوش. كهربا فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد لسبب غير عادل، وهنا اول خطأ لكهربا في الموضوع. طيب زي ما قلنا محمود كهربا فسخ عقده من طرف واحد لسبب غير عادل مع نادي الزمالك، وهنا في خطأ وراح اتعاقد مع نادي في البرتغال اسمه ديبورتيفو ألافيز. وطبعا هنا برضو في خطأ من النادي انه تعاقد مع لاعب فاسخ عقده مع ناديه من طرف واحد. فهنا في خطأين، الخطأ الاول من محمود كهربا للسبب اللي احنا قلنا عليه، والخطأ الثاني من النادي البرتغالي انه راح اتعاقد مع لاعب فاسخ عقده من طرف واحد وما تعاقدش مع اللاعب عن طريق القنوات المشروعه، انه عمل مفاوضات مع النادي وتم الصفقه مع نادي الزمالك. ده كده اول سطر في الازمه. تاني سطر في الازمه، نادي الزمالك طبعا بدوره رفع شكوى للاتحاد الدولي بان اللاعب فسخ عقده معانا من طرف واحد وده غير قانوني. بعد كده في لجنه في الاتحاد الدولي اسمها لجنه فض المنازعات وقعت غرامه على كهربا وعلى النادي البرتغالي قيمتها 2 مليون دولار على كهربا وعلى النادي البرتغالي. بمعنى ان كهربا هيدفع مليون دولار والنادي البرتغالي اللي هو ديبورتيفو ألافيز هيدفع مليون دولار. تمام. فكده نادي الزمالك اتحكم له ان هو يدخل خزنته 2 مليون دولار، مش فارقه معاه بقى يدخل من النادي البرتغالي يدخل من كهربا، المهم ان نادي الزمالك اتحكم له ان يدخل خزنته 2 مليون دولار. خلي بالك انا ماشي معاك من اول الاحداث وجاي لك بتسلسل الاحداث لحد ما هنوصل للحظه اللي احنا واقفين فيها دي. فاحنا واقفين دلوقتي ان نادي الزمالك المفروض ان يدخل خزنته 2 مليون دولار من النادي البرتغالي ومن محمود كهربا، وان محمود كهربا لازم يدفع المبلغ والنادي البرتغالي لازم يدفعوا المبلغ، ولو ما دفعوش محمود كهربا هيتوقف والنادي البرتغالي هيتوقع عليه عقوبات وغرامات. نيجي بقى لدخول النادي الاهلي في الموضوع. النادي الاهلي تعاقد مع محمود كهربا مع ناديه البرتغالي، وبالمناسبه النادي الاهلي مش طرف خالص في المشكله دي ولا في الازمه ما بين محمود كهربا والنادي البرتغالي ونادي الزمالك، وهقول لك ليه. لان في بند في عقد كهربا مع النادي الاهلي، البند ده بيقول ان النادي الاهلي مش مسؤول عن توقيع اي غرامات على اللاعب نتيجه فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك. يعني النادي الاهلي في بند صريح وواضح في عقده مع كهربا قال انا مش مسؤول عن اي غرامه هتتوقع عليك نتيجه فسخ عقدك مع نادي الزمالك. وطبعا البند ده عقد اللاعب متسجل في الاتحاد المصري، فبناء عليه البند ده بيخرج النادي الاهلي خالص من الازمه دي. وهنرجع تاني لموضوع دخول وخروج النادي الاهلي في الازمه كمان شويه. طيب محمود كهربا اللي بقى خلاص لاعب رسمي في النادي الاهلي ما دفعش الغرامه دي لنادي الزمالك ولا النادي الاهلي دفعها له، وبناء عليه في 11 يوليو 2022 لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي وقفت كهربا لمده 6 شهور. طيب وقفته عن ايه بالظبط؟ وقفته عن لعب اي مباراه رسميه مع النادي الاهلي لمده 6 شهور. طب ليه؟ بكل بساطه لانه ما دفعش الغرامه لنادي الزمالك. في حاجه كده حصلت في النص مهمه لازم اقول لك عليها، ان النادي البرتغالي اللي وقع معاه كهربا اللي هو نادي ديبورتيفو ألفيز اعلن افلاسه، وبناء عليه كهربا بقى مطالب بالفلوس كلها. احنا كنا بنقول في اول الحلقه ان في مليون على النادي البرتغالي وفي مليون على كهربا، لا دلوقتي بقى كهربا مطالب بال2 مليون دولار
هو اللي المفروض يدفعهم، لان النادي البرتغالي اعلن افلاسه. في كمان برضو نقطة مش عايز الخبطك قوي، بس هو في 5% فوائد عن الفترة وغرامات تأخير، فالرقم هيوصل ل 2 مليون دولار و400 ألف. 2 مليون دولار و400 ألف مطلوب ان كهربا يدفعهم لنادي الزمالك عشان يرجع يلعب تاني. الاسبوع اللي فات قام الاتحاد المصري باعت للاتحاد الدولي وقال له احنا كان عندنا لعيب موقوف من خلالكم 6 شهور، والست شهور دول خلصوا، نعمل ايه؟ قام الاتحاد الدولي بعت للاتحاد المصري وقال له خلي الراجل يلعب لحين اصدار قرار تاني جديد يخصه. طب امتى هيتم اصدار القرار الجديد ده؟ يوم 2 فبراير 2023. يبقى كهربا هنا من حقه يلعب في الفترة ما بين 11 يناير 2023 لحد 2 فبراير 2023 لما يتم اصدار القرار الثاني الجديد. وبالفعل النادي الاهلي نفذ القرار وكهربا بدأ يلعب، وشفناه كلنا بيلعب ماتش القمة وسجل هدف كمان لحين اصدار القرار في 2 فبراير اللي جاي. كده احنا وصلنا لحد التوقيت اللي انا بصور فيه الحلقة دي. انا بصور الحلقة دي يوم 28 يناير. النهارده 28 يناير 2023. كهربا من حقه انه يلعب مع النادي الاهلي في اي ماتش في اي بطولة لحين اصدار القرار من الاتحاد الدولي يوم 2 فبراير 2023. طيب خلينا نسبق الاحداث ونتوقع او نتخيل ان احنا النهارده مش 28 يناير وان النهارده 2 فبراير 2023 يوم اصدار القرار من الاتحاد الدولي. ايه القرار اللي ممكن يصدره الاتحاد الدولي بخصوص كهربا يوم 2 فبراير؟ فلنفترض ان النهارده 2 فبراير والاتحاد الدولي او لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي عقدت جلسة وهتصدر قرار بشأن الكهرباء. فخلينا نشوف اللي حصل في الموضوع واللي تم في الموضوع كله ونتوقع ايه اللي ممكن يصدره الاتحاد الدولي بخصوص كهربا. خلينا نتكلم كمان ان لما الاتحاد الدولي بعت للاتحاد المصري وقال لكهربا يلعب لحد ما نصدر قرار جديد، نادي الزمالك بعت شكوى تانية للاتحاد الدولي وقال ان كهربا لحد دلوقتي ما دفعش الغرامة اللي المفروض يدفعها لنا. طيب كهربا ما دفعش الغرامة، ده يخليك بشكل طبيعي ومباشر كشخص عادي مش لازم تكون خبير لوائح وقوانين ولا اي حاجة خالص ان بنسبة كبيرة القرار يوم 2 فبراير هيكون ايقاف كهربا مرة تانية لحين سداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك. فانا توقعاتي، وبما ان محمود كهربا ما سددش المبلغ اللي عليه لنادي الزمالك، توقعاتي ان يوم 2 فبراير هيتم ايقاف محمود كهربا مرة تانية. ومن الوارد كمان تغليظ العقوبة المالية على كهربا اللي هي دلوقتي 2 مليون وشوية دولار. لا انا متوقع كمان ان ممكن يتم تغليظ العقوبة بما ان هو ما دفعش. بس يا سيدي دي كل ازمة كهربا من بدايتها لحد نهايتها. في بقى النقطة الاخيرة او السؤال اللي بيسأله كل الناس: ليه النادي الاهلي ما بيدفعش الفلوس دي لمحمود كهربا؟ انا شايف ان النادي الاهلي واقف جنب كهربا في الازمه دي، حتى لو النادي الاهلي ما دفعش الفلوس اللي المفروض كهربا يدفعها. بمعنى ان النادي الاهلي فيه دعم كبير لكهربا في الفتره الاخيره دي، يمكن عشان النادي البرتغالي اعلن افلاسه فالفلوس كلها بقى المفروض محمود كهربا هو اللي يدفعها. فالنادي الاهلي يمكن لما كانوا مليون دولار كان ممكن يفكر النادي الاهلي انه يدفع المبلغ، فلما بقوا 2 مليون دولار وشويه يمكن النادي الاهلي شاف ان المبلغ ده كبير جدا، خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الدولار في مصر. النقطه الثانيه ان محامي محمود كهربا بالتعاون مع محاميين النادي الاهلي بيحاولوا ان هم يمدوا فتره لعب كهربا لحد فتره الانتقالات اللي جايه، بحيث ان هو يفضل يلعب لحين صدور قرار او فكرة ان احنا نقسط المبلغ او نجدول المبلغ. طبعا النادي الزمالك رافض الكلام ده خالص، رافض تقسيط المبلغ من حق نادي الزمالك كاش، رافض طبعا نادي الزمالك قصة التقسيط دي تماما. فالنادي الاهلي بيحاول يعمل كل محاولاته قبل ما يدفع الفلوس، لكن في النهاية انا شايف ان النادي الاهلي ممكن يجدول مع اللاعب عقده بحيث ان هو يخفض له قيمة عقده ويدفع المبلغ الموقع عليه غرامة لنادي الزمالك، وبعد كده النادي الاهلي يسترد فلوسه من عقد اللاعب. دي حاجة طبعا داخلية ما بين النادي الاهلي وما بين اللاعب في عقده، دي ممكن تحصل. بس انا شايف ان النادي الاهلي مأجل فكرة الدفع دي، سايبها خالص اخر الحلول. جايز محاميين النادي الاهلي ومحامي اللاعب يقدروا يمدوا فترة لعب اللاعب لحد فترة الانتقالات اللي جايه، وخصوصا ان الاتحاد الدولي اولويته هو اللاعب ويهمه ان اللاعب يبقى موجود في الملعب، فممكن يتم
تأجيل الإيقاف لحد فترة الانتقالات اللي جاية، فالأهلي يستفيد من كهربا لحد شهر أغسطس من غير ما يدفع حاجة. ولو ان انا شايف ان ده صعب جدا، وزي ما قلت لكم انا متوقع ان هيتم ايقاف كهربا مرة تانية يوم 2 فبراير اللي جاي. اعتقد ان انا كده قلت كل اللي عندي بخصوص ازمة كهربا. اتمنى ان الموضوع يكون واصل لكل الناس بشكل بسيط. انا حاولت ان انا ابسط الموضوع على قد ما اقدر بعيدا عن كلام اللوائح والقوانين والكلام ده. فلو استفدت من الحلقة والحلقة عجبتك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد اول باول. ونشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.